بيبدأ فيلمنا بمجموعة من الأطفال وهم بيتدربوا، وبيكون في طفل بينهم عنده وشم عبارة عن 3 نقط في كعب رجله، وبعدها بنشوف ست وهي في حمام سباحة وبتشوف شخص على رجليه نفس الوشم ده، وكان من الواضح كده إن هي اتعرضت لصدمة خلتها حتى ما تقدرش تتحرك من مكانها. وبعدها بنروح لمكتب محامي كبير وبيبقى معاه ملف باسم نوال مروان، وبيكون جوه الملف ده وصية لأولادها اللي كان اسمهم سارة وجان، وبنلاحظ إن الأولاد واخدين لقب أمهم لأنهم كانوا مجهولين النسب من ناحية الأب. ولما المحامي بيقرأ الوصية بيلاقيها موزعة ثروتها بالتساوي بينهم، لكنها بتطلب منهم طلب غريب، وهي إنها تدفن في تابوت من غير كفن ويكون وشها للأرض وما يتكتبش اسمها على القبر ولا حتى يصلوا عليها. وبتكون في الوصية دي ظرفين لسارة، وبتطلب منها إن هي تدور على أبوهم الحقيقي وبعدها تدور على أخوهم الكبير، وبتأكد لها إن هي هتلاقيهم بسهولة، وبتطلب منها إنها لما تلاقيهم تدفنها بعد كده بطريقة طبيعية ويصلوا عليها وكمان يكتبوا اسمها على قبرها. وطبعا سارة بتكون مستغربة جدا من الوصية دي وبتتعصب على المحامي وبتقوله ازاي سمحت لها تكتب وصية بالشكل ده، والمحامي بيعرفهم ان دي كانت رغبتها وانه لازم كان يكتب الوصية زي ما هي طلبتها بالظبط. وبعدها بيدي لسارة جواز السفر والسلسلة بتاعت امها، وبيعرفها ان امها ما كانتش مجنونة او مختلة عقليا، وان اكيد في سبب كبير خلاها تكتب الوصية الغريبة دي. وجان بيكون غضبان جدا ومش مقتنع بوصية امهم، وكمان كان مصدوم لما عرف ان هم لهم اخ تالت ما يعرفوش عنه اي حاجة. وبعد كده الاتنين بيمشوا من عند المحامي وهم مصدومين. وتاني يوم سارة بتروح لاستاذها في الجامعة اللي كان اسمه دانيال، وبتبدأ ان هي تحكي له على كل اللي حصل. ودانيال بيقول لها ان هي لازم تنفذ وصية امها وتدور على ابوها واخوها علشان ما تندمش بعد كده، وعشان كمان تريح ضميرها وتقدر تجمع شمل عيلتهم من تاني. ولما سارة بتسأله ازاي تبدأ رحلتها في البحث عنهم، دانيال بيطلب منها ان هي تعرفه معلومات عن امها، وبتبدأ سارة تعرفه كل حاجة وبتقول له ان امها اسمها نوال مروان من لبنان، وان ابوها كان ضابط ومات في الحرب، وبعدها امها درست اللغة الفرنسية في جامعة ديرش. وفي الوقت ده دانيال بيعرفها ان هو ليه صديق ليه دكتور في الجامعة دي واسمه سعيد حيدر، وان ده هيكون بداية رحلتك في البحث عن ابوكي واخوكي. وفعلا بعدها سارة بتبدأ ان هي تحضر شنطتها علشان تسافر لبنان وتبدأ رحلتها. وفي الوقت ده بترجع فلاش باك لما كانت في حمام السباحة وامها كانت قاعدة قدامها مش بتتحرك، وبسرعة بياخدوها على المستشفى. ولما الدكتور بيكشف عليها مش بيلاقي عندها اي مرض عضوي، على الرغم ان نوال كانت في حالة شبه غيبوبة وكان شريط حياتها بيمر قدام عينيها. وبنرجع مع نوال للماضي وبنشوفها هي وحبيبها وكانوا هربانين وبيجروا في طريق، لكن اخوها بيوصل لهم وبيقتل حبيبها قدام عينيها وبيتهمها ان هي وسخت شرف عيلتهم. وبعد كده بتيجي ستها وبتاخدها على البيت وبتفضل تضرب فيها وتشتمها، وده لانها كانت عايزه تهرب مع الشاب ده. وكانت الصدمه لستها لما بتعرف ان نوال حامل في الشهر الرابع، يعني مش هتقدر كمان ان هي تنزل الجنين. وبعدها نوال بتدخل في حاله اكتئاب وبتحبس نفسها في اوضتها من غير اكل ولا شرب. وبعد شويه ستها بتروح لها وبتعرفها ان هي موافقه تساعدها في مشكلتها لكن بشرطين، والشرط الاول ان هي كانت تنسى ابنها بعد ما تولده كانه ما جاش، اما الشرط التاني فان هي تروح تكمل تعليمها في جامعه درش وتحاول ان هي تبدا حياتها من جديد. وبعدها بيعدي الوقت ونوال بتولد طفلها، وستها بتعمل له وشم في كعب رجله وبتدي لنوال علشان تشوفه وتودعه. وطبعا نوال بتكون منهاره وبتطلب منه ان هو يسامحها علشان هتتخلى عنه، وبتعرفه ان هي هتفضل تحبه لاخر يوم في عمرها. وبعدها ستها بتاخد الطفل وبتديه لوحده وبتمشي بيه بالليل وبتخرج من القريه كلها. وبعد كده بتعدي الايام ونوال بتروح تدرس في جامعه ديرش زي ما وعدت ستها. وبنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف ساره بعد ما وصلت جامعه ديرش علشان تقابل دكتور سعيد حيدر زميل دانيال، لكنها بتتفاجئ لما بتعرف ان هو ساب الجامعه وبيدرس في جامعه تانيه في باريس. وساره بيكون معاها صوره لامها وهي لسه طالبه، وبتبدا تسال الموظفين اللي موجودين في الجامعه لو حد فيهم يعرفها، لكن محدش بيقدر يتعرف على الصوره لان بقالها اكتر من 35 سنه. بس لحسن حظها بيكون في واحد قديم شغال في المكان وبيقدر بصعوبه ان هو يتعرف على نوال لانها كانت نشيطه سياسيه، وكمان بيعرف فين المكان اللي اتصورت فيه الصوره دي من خلال الحيطه اللي وراها، وبيطلع ان المكان ده يبقى سجن المعارضه اللي هي محبوسه فيه. وفي الوقت ده بنعرف ان نوال كانت شغاله في جريده الحزب الوطني للمعارضه، واللي كان وقتها عايز يرحل اللاجئين المسلمين خارج البلد. وبنلاقي جماعات من المسيحيه اللي للاسف بتقتل اللاجئين المسلمين وهم بيهجموا على الحرم الجامعي، وساعتها كل اللي موجودين في الجامعه من طلاب ومدرسين بيهربوا. ولان نوال كانت من حزب المعارضه كانوا لازم يستخبوا ويتجهوا ناحيه الجبل قبل ما الجماعات توصل لهم وتقتلهم. لكن في الوقت ده كل اللي كان بيشغل تفكير نوال انها تروح تدور على ابنها في كل الملاجئ وتلاقيه وتاخده معاها قبل ما الحرب تقوم في البلد. وبتقرر ان هي تركب عربيه وترجع لقريتها بالرغم من انها كانت شايفه كل السكان بيهربوا منها، حتى اخوها وجدتها سابوا البيت ومشيوا. لكن نوال مش بتيأس وبتفضل ماشيه في طريقها وبتروح لاكتر من ملجأ، لكنها للاسف بتلاقيهم كلهم متدمرين ومهدومين بسبب الحرب اللي حصلت. وبتسأل واحد واقف بعيد عن اللي بيحصل وبيقول لها ان الجماعات جت واخدت كل الاطفال اللي في الملاجئ بعد ما قتلت كل الاشخاص اللي موجودين ودمرت المكان. وطبعا نوال بتكون مصدومه وبتفضل تبكي على اللي هي سمعته على مصير ابنها، وبتحس بالاحباط وبتفقد الامل ان هي تلاقيه تاني. وفي الوقت ده بتقرر ان هي
ترجع لزمايلها، وبتفضل ماشيه على الطريق وبتلاقي اتوبيس جاي من بعيد، وبتقلع السلسله بتاعتها اللي فيها صليب وبتحط الشال على راسها، لان الاتوبيس بيكون كله ركاب مسلمين هربانين من الجامعات المسيحيه، ولو عرفوا انها مسيحيه مش هيخلوها تركب معاهم. وبعد شويه بنشوف نوال وهي راكبه الاتوبيس ونايمه من كتر التعب، لكن فجاه الاتوبيس بيقف ونوال بتصحى وبتشوف الجامعات وهي بتوقف الاتوبيس، والسواق بينزل وبيترجاهم ان هم يسيبوهم يكملوا طريقهم علشان يخرجوا من البلد، لكن زعيم الجماعه دي ما بيهتمش لكلامه وبيقتل السواق، ورجالته بيضربوا كل اللي موجودين بالرشاشات وبيموتوا في الحال. ومن حسن حظ نوال بتكون لسه عايشه، وطبعا بتكون مرعوبه من اللي هي شايفاه، بيكون معاها امه وبنتها. وبعد شويه الجامعات دي بتصب كميات بنزين على الاتوبيس علشان تولع فيه، ونوال بتفضل تصرخ وبتطلع سلسلتها اللي فيها الصليب علشان تعرفهم ان هي مسيحيه زيهم، وبتاخد بنت الست اللي موجوده معاها في الاتوبيس علشان تنقذها، وبتقول عليها ان هي بنتها وبتمشي بيها، لكن البنت بتلاقي الاتوبيس بيولع وامها جواه. طبعا بتفضل تصرخ لانها كانت خايفه على امها وبتفضل تندى عليها. وفي الوقت ده الجامعات بتعرف ان نوال مش امها، وللاسف بياخدوا منها البنت وبيقتلوها. وطبعا نوال بتكون واقفه مصدومه من اللي بيحصل حواليها، وما كانتش مصدقه ان هم حتى ما بيرحموش الاطفال. وبنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف ساره وهي راكبه اتوبيس على نفس الطريق، وبتوصل لنفس القريه، وبتفضل تسال الناس اللي موجوده على المكان اللي امها متصوره فيه، وبتقابل شخص بيبعتها لبيت واحده ممكن تساعدها. وساره بتوصل لبيت الست دي وبنعرف ان هي اسمها نهى، وبتلاقي عندها مجموعه ستات وبتدخل تقعد معاهم، لكن ساره مش بتكون فاهمه كلامهم لانهم بيتكلموا بالعربي وهي فرنسيه، لكن بتيجي واحده منهم بتعرف تتكلم فرنساوي وبتسال ساره عن اسمها. ولما بتعرف ان هي من عيله مروان والستات بيشوفوا صوره امها بيفضلوا يشتموا فيها وبيقولوا على امها ان هي كانت واحده مش كويسه، وده طبعا علشان اللي عملته في ماضيها، وكلهم مش بيكونوا حابين وجود ساره في وسطهم وبيطردوها. وبنرجع فلاش باك تاني وبنشوف نوال ماشيه في القريه بعد اللي حصل لها، وبتشوف كميه الدمار والخراب اللي في القريه، وبتفضل مكمله ماشي لحد ما بتروح تكلم شخص من المقاومه اللي بتحارب مع الجماعات، وبتطلب منه ان هي تنضم ليهم، خاصه بعد اللي شافته من الجماعات اللي بتكون بابشع الجرائم الانسانيه ضد المسلمين، وكمان ما كانش عندها حاجه تخسرها بعد ابنها اللي ضاع منها ومستحيل انها تلاقيه تاني. وبعد سنه بنشوف نوال وهي شغاله مدرسه لغه فرنسيه لبنت صغيره، وبنعرف ان ابو البنت دي يبقى هو قائد الجماعه، وتاني يوم بيجي لها مكالمه علشان تنفذ مهمتها، ونوال بتروح لمكان القائد وبتقتله بالرصاص، لكنها مش بتقدر تهرب والجماعات بتمسكها وبيدخلوها معتقل وبيقصوا لها شعرها وبيرموها في زنزانه متر في متر. وبنرجع تاني للحاضر وبنلاقي ساره وصلت لمكان المعتقل اللي كانت امها محبوسه فيه، وبيكون المكان مهجور، وبتشوف الزنزانه اللي امها كانت محبوسه فيها، وبيكون مع ساره شخص بيقول لها ان هو يعرف واحد ممكن ان هو يساعدهم في معلومات عن امها. ولما ساره بتوصل لمكان الراجل ده بنعرف ان هو كان شغال حارس في المعتقل، واول لما بيشوف صوره امها بيعرفها وبيقول لها انها كانت مسجونه عندهم، لكنه ما يعرفش اسمها لان المساجين كلهم كانوا عباره عن ارقام، واللي عرفه ان رقم امك كان 72 وكانت محبوسه بتهمه قتل قائد الجماعات، واتسجنت 15 سنه في زنزانه صغيره. وللاسف طول الفتره دي كانوا بيعذبوها علشان يحاولوا يكسروا كبريائها لكنهم ما قدروش، ولما فشلوا في كده كلفوا واحد اسمه طارق ان هو يكون مسؤول عنها، وللاسف طارق ده فضل يغتصبها طول فتره سجنها لدرجه ان هم لقبوها في المعتقل بلقب العاهره. وكانت الصدمه ليها لما بتعرف ان امها حملت منه، ولما خلفت خدوا ابنها للمره التانيه منها. ولما ساره بتسال الحارس عن مكان الطفل، الحارس بيعرفها انه ما يعرفش مكانه ولا يعرف حتى خدوه على فين، لكنه بيعرفها ان الممرضه اللي حضرت الولاده لسه عايشه، وبيدي لها عنوانها علشان تروح تسالها عن اخوها. وساره بتخرج من عنده وبتتصل باخوها جان وبتقول له على كل اللي عرفته عن امها، وبتطلب منه ان هو يروح لها لانها محتاجه مساعدته. وبعد يومين جان بيروح لها وبيطلب منها ان هم يرجعوا على بلدهم وينسوا الوصيه، لكن ساره بتكون مصممه ان هي تكمل علشان تكشف باقي سر امها. وبعدها بيبعتوا للمحامي بتاعهم وبيقولوا له ان هو يجي معاهم لانهم وصلوا لمعلومات خطيره عن اخوهم، وبيعرفوا ان الممرضه مريضه وعايشه في مستشفى وبيقرروا ان هم يروحوا لها. ولما بيوصلوا كلهم للمستشفى بيشوفوا الممرضه اللي بقت ست عجوزه، والغريب انها لما بتعرف انهم ولاد نوال مروان بتكون فرحانه جدا ان هي شافتهم وكانها كانت عارفاهم قبل كده. وكانت المفاجاه ليهم لما الممرضه بتعرفهم ان نوال خلفت توأم، والتوأمين اللي خلفتهم دول كانوا ولد وبنت، وطبعا بيكونوا مصدومين لما بيعرفوا ان هم اتولدوا في المعتقل وان هم نفسهم ولاد طارق اللي اغتصب امهم. وده كان السبب اللي خلت نوال اولادها منسوبين لها باسمها، لانها كانت طول الفتره دي مسميهم اسماء ساره وجان مروان. وساره وجان بيفهموا انهم بكده لازم يدوروا على اخوهم الكبير اللي نوال خلفته من حبيبها وكان عايش في الملجأ، يعني بكده هيرجعوا من نقطه الصفر تاني لان مفيش اي نقطه بدايه يبداوا منها. وبنرجع فلاش باك لسنين كتير فاتت وبنلاقي شاب صغير معاه بندقيه وعلى رجليه وشم 3 نقط، وبنشوفه هو للاسف بيقتل الاطفال المسلمين، وبيطلع ان ده يبقى ابن نوال اللي الجماعات اخدته ضمن باقي الاطفال من الملجأ ودربته. وبنرجع تاني لساره وجان والمحامي، وكان معاهم محامي تاني اسمه جهاد اللي بيقدر يجمع معلومات، وبنعرف من المعلومات دي ان طارق لسه عايش، اما الطفل
الطفل اللي نوال خلفته في الاول، فجهاد بيقدر يعرف ان الدايه اللي ولدت نوال اخدت الطفل وحطته في ملجأ في القريه وسمته نهاد، وبيعرفهم كمان ان الطفل ده يبقى هو الطفل الوحيد اللي رحل الملجأ خلال اخر شهر قبل الحرب، وده بيأكد لهم ان هو يبقى ابن نوال واخوهم الكبير. وبيعرفهم كمان ان في واحد من القاده اللي هدموا الملجأ لسه عايش، والقائد ده اسمه شمس الدين، لكن في مشكله ان هو مش هيسمح بمقابله الستات. وفي الوقت ده جان بيقرر ان هو اللي يروح يقابله، وقبل ما بيمشوا جهاد بيعرفهم ان هم اول لما يروحوا مخيم اللاجئين ويسالوا على نهاد، شمس الدين هيعرف بوجودهم هو اللي هيطلب يقابلهم. وبعدها فعلا جان وجهاد والمحامي بيروحوا على المخيم وبيسالوا على نهاد، ولما جان بيرجع على الفندق بيتفاجئ باتنين بيقولوا له ان هم تبع شمس الدين وانه عايز يقابله، وبعدها بيغموا عينيه وبياخدوه معاهم. وبعد شويه بيجي شمس الدين وبيقابل جان، وبيبدا ان هو يساله عن سبب زيارتهم للمخيم ويسالهم عن نهاد، وجان بيحكي له الحكايه من الاول وبيعرفوا ان نهاد يبقى هو اخوهم الكبير وانهم لازم يلاقوه علشان ينفذوا وصيه امهم. وشمس الدين بيعرفوا ان زمان لما قامت الحرب جمع كل الاطفال اللي كانت في الملجأ ونقص حياتهم من الموت، وبدأ ان هو يدربهم على القتال، ونهاد كان واحد منهم. وبالرغم ان عدد الاطفال كان كبير الا ان شمس الدين كان عارف نهاد كويس لانه كان موهوب ومهارته القتاليه كانت عاليه جدا، لكنه للاسف كان عنده عقده كبيره في حياته لانه كان مجهول النسب، وكان حلم حياته ان هو يستشهد لانه كان معتقد ان ده ممكن يحسن من سمعته. ولما شمس الدين رفض رغبته في الاستشهاد نهاد بيكون غضبان جدا وبيمشي، لكن بعدها الجماعات قدرت ان هي تقبض عليه وتحطه في المعتقل كام سنه، وبعد ما بيقضي فتره سجنه القوات لاحظت عليه قوته ومهارته العاليه في القتال، وفي الوقت ده عرضت عليه ان هو ينضم ليهم وانه يبقى الجلاد للمساجين اللي موجودين في المعتقل. ونهاد بيضطر ان هو يوافق لانه مكانش عنده حاجه يخسرها، وكمان في الوقت ده كان تعب من كتر الظلم اللي شافه من يوم ولادته واللي للاسف زود عنده الرغبه في الانتقام. وبعدها جان بيرجع يتكلم مع اخته ساره وبيحكي لها على اللي عرفه وبيقول لها على اكبر صدمه في حياتهم، وبنرجع فلاش باك تاني وبنشوف نوال في اليوم اللي كانت فيه في حمام السباحه واللي يعتبر كان قبل موتها على طول. وفي وقت ما كانت في حمام السباحه بتلاقي شخص واقف وفي كعب رجله وشم 3 نقط، وبتخرج من الميه وبتروح تقف قصاده، واول لما بتبص له بتنصدم صدمه عمرها، وبعدها اولادها بياخدوها على المستشفى وبعد فتره صغيره جدا بتموت. لكن الصدمه دي ما كانتش لها بس، وهتكون صدمه كبيره جدا لينا كلنا، لان بعد كده بنعرف ان شمس الدين قال لجان ان نهاد لما وافق يشتغل جلاد للمساجين خد قرار في الوقت ده ان هو يغير اسمه من نهاد لطارق. بنعرف للاسف ان هو اللي اغتصب نوال، يعني نهاد اللي هو طارق اعتدى على امه من غير ما يعرف وخلف منها ساره وجان اللي هم في نفس الوقت اخواته واولاده. وطبعا ده اللي خلى نوال تتصدم لما شافت طارق قدامها في حمام السباحه وشافت الوشم اللي على رجله، وعرفت ان اللي اعتدى عليها ده وخلفت منه يبقى هو ابنها. وشمس الدين بيعرف جان ان نهاد حاليا عايش في كندا باسم جديد وبيحاول ان هو يرمي الماضي كله ورا ظهره، وعلى طول جان بياخد العنوان وبيقرر ان هو يروح له هو وساره، وبيقدروا ان هم يوصلوا له، واول لما بيشوفوه بيسلموه وصيه امهم وبيمشوا بسرعه. ولما نهاد بيفتح الظرف بيلاقي نوال كاتباله كل حاجه عن تفاصيل حياتها، وبتعرفه ان هي مش زعلانه منه لانها خلفته من حب حياتها الوحيد، وانها كمان فضلت تدور عليه سنين كتير في كل مكان زي ما هو كان بيدور عليها بالظبط. لكن طبعا بيتصدم لما بيعرف ان جان وساره يبقى اخواته واولاده منها. وبيكمل نهاد باقي رساله نوال وبتقول له ان هم كانوا اكتر 2 محتاجين لبعض، لكن القدر كتب عليهم الفراق على الرغم ان اللي حصل بينهم ده شيء مستحيل يتنسي. وبعد ما نهاد بيخلص قراءه الجواب بيكون في حاله صدمه كبيره لدرجه ان هو بيفكر يموت نفسه، وبكده بيكون جان وساره قدروا ان هم ينفذوا وصيه امهم. وفي الوقت ده بيدفنوا امهم بطريقه طبيعيه وبيكتبوا اسمها على قبرها، وبنشوف نهاد وهو رايح على قبر امه وهو في منتهى الحزن، وبيخلص الفيلم على كده. يا ريت بقى لو كنت مكمل معايا لحد الوقت ده فما تنساش انك تحط لايك، ولو ما كنتش لسه اشتركت في القناه يا ريت تشترك فيها علشان تتابع معايا اقوى ملخصات الافلام. وتحياتي لكل اخ واخت متابعيني، يلا سلام.